مثل ما شفتوا ريال مدريد اعلن رسميا عن مدربه الجديد اللي هو لاعبنا السابق تشافي الونسو. اتمنى كل التوفيق لهذا المدرب الشاب الجديد مع ريال مدريد، وان شاء الله يكون بداية خير وفريق جديد وروح جديدة وخطط جديدة وبطولات جديدة. وبعد خروج انشيلوتي وارتاحت النفسية من اللي سواه بينا بهذا الموسم، فكرت ويا نفسي وقلت على الاقل لازم اقول له شكرا كارلو، لان هو اعتقد لو بيده ويقدر يسوي شيء ريال مدريد كان سوى، بس هو رجال خلصت افكاره وبعد ما عنده شيء قدم ريال مدريد، وانا متاكد لو يقدر يقدم شيء ريال مدريد كان قدم، بس هو ما عنده امكانيه، وهذا اللي وقع بيده وهذا اللي صار. والثاني لوكاس فاسكيز صح اذانا هواي، هو احد الاسباب الرئيسيه بكل خسارات ريال مدريد بهذا الموسم، لكن هو الرجال ما له ذنب. يعني لو ترجع للحقيقه بيريز ما جاب لاعبين من انصاب كربخال، وانشيلوتي اعتمد عليه بالظهير الايمن، وهو الرجال جناح ايمن بديل، يعني كان يلعب جناح بديل مو اساسي. تجي انت وتخليه ظهير ايمن مدافع وهو ما عنده اي امكانيه مدافع، فاي لاعب تقول تعال العب ريال مدريد وتعال انزل اساسي واعطيك شارة قياده يسودن، ما راح يقول لك لا. لو هو ما يعرف يلعب نهائيا وبحياته ما لامس طوبه ما راح يقول لك لا. تلعب ريال مدريد ويعطوك مركز اساسي ويعطوك اشاره القائد، هاك احلى منها، هاي الجنه بحد ذاتها. ففاسكيز ما كان ذنبه لان هو ما نزل وفرض نفسه كلاعب اساسي بمكان مو مكانه. صوت الرئيس اول شيء وصوت المدرب ثاني شيء. وعلى كل حال سوى ما سوى بينا، لكن على اي حال لازم نتذكر بعض الايام الجميله اللي كان ينزل بها بديل جناح ويصنع فارق ويا زيدان، ونقول له شكرا فاسكيز مو على الموسم اللي سويته السيء الفضيحه الكارثي اللي ممكن يمحي تاريخك واللي سويته ريال مدريد. وانشيلوتي نفس الحاله، لكن شكرا بعد ما طلعت، لان انت اعتقد نفس انشيلوتي لو كنت عندك امكانيه وتقدر تقدم ريال مدريد كان قدمت. بالنهايه هلا مدريد ولا شيء اخر.